يا مساء الفل حبايبي وصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. احب كده في اول الفيديو قبل ما ابتدي معاكم اي حاجة اشكر كل الناس اللي دعمتني الفترة اللي فاتت وسألت عليا، علشان بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات ولا حتى بفتح القناة ولا اي حاجة. كنت حابة اقول لكم، يعني مش عارفة يعني الخبر ده هيزعلكم ولا هيبسطكم، بس متهيألي هيبسط ناس كده معينة. يا رب بس تكون ارتاحت بعد القرار اللي انا هاخده دوت. انا خلاص نويت اقفل القناة يا بنات، لان بجد نفسيتي تعبت وزهقت. يا رب بس كده الناس تكون ارتاحت بالقرار اللي انا خدته، ويسيبوني بقى في حالي شوية، يعني يسيبوني ويبعدوا عني شوية، لاني حرفيا نفسيتي في الارض خلاص. انا تعبت، ما بقاش عندي جهد ان انا اقاوم تاني او اكمل. مع اني والله العظيم يعني حبيت كل صحابي في القناة، وكل الناس اللي كانت بتبعت تشكرني على الفيديوهات، وكل الناس اللي كانت بتعلق لي بكومنتات حلوة او وحشة، وكنت ببقى طايرة من السعادة كده مع كل فيديو كنت بعمله وبيجيلي عليه تعليقات، وكان بيحفزني ان انا اعمل فيديوهات تاني وافضل اعمل وانزل، وعشان بس استنى الكومنتات بتاعتكم ولايكاتكم الحلوة ونسبة المشاهدات، وكمان القناة كانت عليت الحمد لله، وكنت خلاص قربت اكمل الشروط. بس والله العظيم والله العظيم انا زي اي بني ادم عنده طاقة ممكن يجي عليها وقت وتخلص، زي اي حد ممكن ما يستحملش اللي بيحصل له، زي اي بني ادم ممكن يفضل يستحمل مرة واتنين وتلاتة واربعة، وفي الاخر يقول خلاص انا تعبت انا فاض بيا. يا جماعة والله العظيم، بس يعني الناس كمان اللي بعتت سألتني طب انتي عايزة تقفلي القناة ليه؟ طب ايه المشكلة مثلا اللي حصلت؟ بصوا القناة ما عنديش فيها مشاكل خالص الحمد لله، وبالعكس انا كنت قربت اكمل الشروط وكنت مبسوطة بيها وفرحانة بيها. بس كمية الكوارث اللي حصلت في حياتي خصوصا الفترة اللي فاتت محدش يتحملها. يعني عايزة اقول لكم كوارث في عيالي، كوارث في بيتي في شقتي، كوارث في كل حاجة فيا أنا نفسي. صحتي ما بقتش زي الأول ودايما تعبانة، ومن النهاردة عند دكتور كذا بكرة عند دكتور كذا. أنا حرفيا ما سبتش دكتور والله العظيم يا بنات غير لما رحت له، والله العظيم ما سبتش دكتور غير لما رحت له من كتر التعب اللي أنا حاسة بيه. مرة عظمي، مرة قلبي، مرة الصداع، مرة اسناني، حاجات كتير غير بقى المصايب اللي في شقتي. انا عايزه اقول لكم حرفيا انا كل يوم بصلح حاجه شكل، والله العظيم يا بنات اقسم بالله العظيم كمان مره مفيش يوم بيعدي غير لما حاجه شكل تبوظ في الشقه. مره كهرباء، مره حاجه في المطبخ، مره حاجه في الحمام. يعني شوفوا الحمام يمكن انا كمان ما عملتش ولا مره مثلا روتين في الحمام ولا حاجه. عايزه اقول لكم الحمام عندي متدمر، عايز سباكه من اول وجديد يعني، وتكسير وكميه، ويعني مبلغ كبير، يعني مبلغ وقدره عشان ارجع الحمام ده زي الاول. غير بقى الولاد على طول تعبانين، عندي زيزو دوت يوميا على الله ليه مشكله، مرة يقع، مرة مشكلة في دراعه، قعد فترة ما بيحركش دراعه، ولفيت بيه على دكاترة العظم ودكاترة الأعصاب وعلاج طبيعي، وقصة ما كنتش عارفة أولها من آخرها. جوزي، عايزة أقول لكم جوزي كان عنده نسبة سكر قليلة في الدم، فجأة كده لقينا نسبتها عالية، وابتدى يطلع له كده ربنا يا رب يعني يشفيه كده ويعافيه وما يكتبها على حد. كمية حبوب بتطلع له اللي هي زي الخراج دي في اماكن كتير قوي في جسمه، ولما رحنا للدكتور لقينا نسبة السكر عنده عالية. فيعني كمية حاجات حصلت لي، وكل ما يعني اقعد مع حد يقول لي خلي بالك يا ام يوسف انت ممكن تكوني واخده عين، اصلي بصراحه القناه اللي انت عاملاها ديت مخليه الناس عارفه عني كل حاجه. يا جماعه انا مش اول ولا اخر واحده اعمل قناه، بجد انا مش اول ولا اخر واحده اعمل قناه. يعني عايزه اقول لكم الفيديو دوت انا كنت عاملاه ومسجلاه يمكن مثلا بقالي اسبوع، وكنت فرحانه ان انا بعمل الفيديو دوت، وعملت بقى روتين للتلاجة، وكنت عامله اكل حلو للولاد، وكل يوم اقول انا هسجل النهارده ومنتجه وانزله، اكسل حاجه تجيني كده ابقى مش قادره امسك التليفون، مش عايزه اقول اي حاجه، مش عايزه اعمل اي حاجه. فبجد يا جماعه يعني يا ريت لو قرار قفلان القناه دوت هيريحكم ويخليكم تبعدوا عني وتشيلوا عينيكم من عليا شويه، يعني خلاص بقى ارتاحوا. طبعا الكلام ده يا جماعه مش لحبايبي واصحابي اللي هم اصدقاء عندي في القناه ولا المشتركين، لان بالعكس
انتوا من احسن الناس. كمية الكومنتات اللي كانت بتجيني والدعم النفسي ودعم للقناة وكل حاجة منكم، بجد انتوا احسن ناس. يمكن انتوا احنا هو يعني انتوا تعتبروش اغراب، بس هنقول احنا ما بنشوفش بعض، يعني الوش ما بيتقابلش في الوش، مجرد كومنتات بتكتبوها وانا برد عليها. بس يمكن انتوا احسن من ناس كانوا في حياتي وقريبين مني. وفعلا انا عايزه اقول لكم على حاجه، هي العين مش جايه لي من حد غريب، من اقرب الناس ليا. مع اني والله العظيم انا يمكن اقل حد ممكن يكون عنده حاجه، يعني يمكن في شقتي مثلا، مش عايشه في قصر زي ما انتوا بتشوفوا فيديوهاتي وروتيناتي، عفشي مش الواو، مش المودرن، مش عايشه في حته واو يعني. بس الناس ما بتسيبش حد في حالها. فيعني انا مش عارفه بصراحه اعمل ايه. ناس كتير قالوا لي لا ما تقفليش القناه وكملي، ما تسيبيش حاجه تكسرك، كملي، يعني ما تسيبيش الناس اللي بتبصلك تشمت فيكي، كملي عشان ما يقولوش عملت القناه وما نفعتش. طالما انت مش شايفه حاجه يعني طالما الدنيا الى حد ما كويسه في القناه وقرب، يعني الدنيا الاشتراكات حلوه والمشاهدات الحمد لله، وقربتي تكملي شروط، حرام تضيعي مجهودك. وفي ناس تانية بتقولي لا انت كشفتي حياتك للناس، انت طلعتي بقيتي تحكي وتصوري ومعرفش والناس مش سايبه حد في حاله. مع اني تاني يا جماعه اقسم بالله العظيم انا اقل حد ممكن تتفرجوا عليه، او اقل حد ممكن يكون ساكن في حته. مثلا انا بشوف فيديوهات لناس يعني ربنا يزيدها يا رب، عمري ما قلت اشمعنى هي عندها وانا لا، دايما اقول ربنا يكرمها، ربنا يزيدها، ربنا يزيد كل مجتهد ليه نصيب والله. فانا بصراحه محتاره مش عارفه اعمل ايه. فبرضه هسيب لكم يعني كده تقولوا لي في الكومنتات اذا كنت اقفل القناه ولا اكمل ولا اعمل. انا بجد احترت، وكمان الحاجات اللي بتحصل لي في حياتي مضايقاني مخلياني مش عارفه اخد قرار. فيا ريت بالله عليكم ابعتوا في الكومنتات كده وقولوا لي اعمل ايه. انا القرار اللي كنت وصلت له ان انا اقفله، رغم ان جوزي رافض موضوع ان انا اقفل القناه دي اصلا، وعمال يقول لي كملي وما تخليش الحاجات دي تاثر فيكي، وكل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وهو ربنا رايد ان احنا يحصل لنا كده سواء بالقناه او من غير القناه، كملي. وهو بصراحه بيدعمني، بس انا محتاره، انا تعبت ونفسيا تعبت، ما بقتش قادره استحمل، الناس مش سايبه حد في حاله. فبصراحه مش عارفه اعمل ايه. انا عارفه ان انا زهقتكم بكلامي، وعارفه ان الفيديو النهارده كده كئيب، بس والله غصب عني، انتوا حبايبي وصحابي، واتعودت ان انا لما بيكون في حاجه اتكلم معاكم واحكي معاكم، لاني فعلا ماليش حد غيركم، حرفيا انا ماليش حد غيركم. انتوا احسن ناس انا عرفتها في حياتي، اكتر ناس بتدعمني وبتبعت لي كومنتات كده بطاقه ايجابيه بتخلوني اكمل واستمر. بس الحاجات اللي حصلت لي في حياتي من اقرب الناس ليا مخلياني خلاص بقى، انتوا عايزين ايه؟ خلاص انا هفضل زي ما انا وهقفل القناه عشان ترتاحوا. انا مش عايزه انكد عليكم، كفايه النكد اللي انا فيه، بس ما تزعلوش مني لو كنت فضفضت معاكم. زي ما قلت لكم انتوا احسن ناس عندي، وانتوا حبايبي وصحابي اللي برتاح معاهم في الكلام. هستنى منكم كومنتاتكم الجميله وتقولوا لي اعمل ايه، اذا كنت اقفل القناه ولا اكمل. وتاني هقول لكم ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي نعمه كده. اقول لكم مع السلامه، وان شاء الله ربنا يكرم واقابلكم في فيديو جديد.